مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام المنتخب الرواندي واحدة من أسوأ المباريات لفلاديمير بيتكوفيتش منذ توليه قيادة المنتخب الوطني. لماذا؟ الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش منذ توليه قيادة المنتخب الوطني في شهر مارس من السنة الماضية دخل ديريكت في الشوك. جاء تصفية كأس العالم، تصفيات كأس إفريقيا 2025، يعني ما لقاش فرصة كبيرة باش يجرب أكبر قدر من اللاعبين. عذرناه في كثير من المرات لأنه لم يمنح الفرصة للكثير من اللاعبين، لم يستدعي لاعبين كنا نتمناهم في المنتخب الوطني، لاعبين شباب أمثال بدر الدين بوعناني وكثير من اللاعبين، قادري، تيتراوي. قلنا خيارات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، لكن هذا التربص ومباراة رواندا لم نكن ننتظر هذا المستوى وهذه الخيارات الفنية. عند إعلان القائمة انتقدنا بشدة خيارات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، لاعبين لم يتم استدعائهم منذ فترة طويلة أمثال بنطالب، جيطون، عادوا للمنتخب الوطني. قلنا لا بأس، لكن التشكيلة التي دخل بها الناخب الوطني في هذه المباراة صدمت الجميع وأنا واحد منهم. بعيدا عن النتائج التي يحققها فلاديمير بيتكوفيتش مع المنتخب الوطني، دائما المنتخب الوطني يفوز، دائما في الشوط الثاني تكون هناك لمسة المدرب، لكن في هذه المباراة بالتحديد مباراة ودية كنا ننتظر فيها أن يتم إقحام أكبر قدر من اللاعبين الشباب. عندما ترى تشكيلة فيها بغداد بنجاح وفيها يوسف بلايلي وفيها رياض محرز، هؤلاء اللاعبين الذين نعرف طريقة لعبهم، هؤلاء اللاعبين العام والخاص يعرف طريقة لعبهم، يعرف جودتهم الفنية، يعرف ما يقدمون للمنتخب الوطني. رياض محرز منذ سنة 2014، بغداد بنجاح، يوسف بلايلي من سنة 2017، يعني هؤلاء لاعبين لا تحتاجهم في مباراة مثل هذه. مثلا لو بدأنا بمباراة السويد وشاهدنا رياض محرز ويوسف بلايلي ويوسف عطال، نقول هذه مباراة مميزة، مباراة معيارية أمام منتخب كبير في أوروبا. لكن منتخب رواندا، هذا منتخب رواندا، ليس منتخب السنغال أو منتخب كوديفوار أو منتخب تونس أو المغرب أو غيره من المنتخبات الكبيرة في القارة. منتخب رواندا منتخب تستطيع أن تجرب فيه أكبر قدر من اللاعبين. كنا نتمنى أن نشاهد أمين شياخة، أنيس حاج موسى، إبراهيم بازا، كان الشمعة المضيئة الوحيدة في هذه المباراة. لا أتحدث عن أدائه كان متوسط ولا يمكن الحكم عليه من هذه المباراة، لأنه وسط الميدان خاصة في الشوط الثاني لم يمدد بالكرات. عندما ترى زروقي وبن طالب يلعبون مع بعض في مباراة واحدة، والله لا أستطيع، لا أجد أي تفسير للخيارات التي قام بها الناخب الوطني في هذه المباراة. الشوط الثاني تقوم بإقحام شيبي، تقوم بإقحام زروقي وبن طالب. هؤلاء اللاعبين خاصة بن طالب وزروقي، هؤلاء اللاعبين أخذوا واستنزفوا كل فرصهم، أخذوا كل فرصهم مع المنتخب الوطني. كنا نتمنى أن نشاهد لاعبين أمثال ياسين تيتراوي، قادري، لاعبين لم تمنح لهم الفرصة. هذه هي المباراة التي تمنح لهم. إذا لم يتم منح الفرصة لهم في مثل هكذا مباراة، متى؟ في المباريات المصيرية. رغم الفوز المحقق أمام المنتخب الرواندي، إلا أن الناخب الوطني اليوم كان خارج الإطار في التشكيلة التي أقحمها، كان خارج الإطار منذ إعلانه عن القائمة المعنية بهذا التربص. ترى لاعب مثل جيطون عاد لقائمة المنتخب الوطني، نبيل بن طالب الذي تعرض لأزمة قلبية وفي أول مباراة له مع المنتخب الوطني بعد العودة تقحمه بشكل أساسي. والله أمر يحز في النفس أن ترى زروقي، بن طالب، هؤلاء لاعبين. بن طالب منذ سنة 2014 هو يلعب مع المنتخب الوطني، كلنا نعرف المستوى الذي يقدمه، ولم يرقى منذ سنوات مستوى بن طالب للمنتخب الوطني. تهمش على حسابه عدة لاعبين مميزين في كرة القدم الجزائرية وحتى في أوروبا على غير القادر كما قلت. نبيل بن طالب ورامي الزروقي تأكدنا أن هذين اللاعبين لم تعد لهما المكانة مع المنتخب الوطني. يجب المنح الفرصة للاعبين آخرين. المنتخب الوطني ليس حكرا على هذين اللاعبين. تخيل أنه 7 لاعبين ممن شاركوا في كان 2019 كانوا في التشكيلة الأساسية في مباراة رواندا. هذه المباريات هي التي يجب أن تجرب فيها أكبر قدر من اللاعبين. ما عندك ضغوطات، ما تحتاج نقاط، مباراة عادية لأبعد الحدود، ما عندك منافسة مراها، ما عندك والو. إذا ما جربت في هذا الوقت متى تجرب؟ انت كي ما تمنحش الفرصه للاعبين كيما امين شياخه وكيما انيس حاج موسى، وما تستدعيش لاعب كيما بدر الدين بوعناني اللي تالق بشكل لافت هذا الموسم، خاصه في نهايه الموسم مع نادي هنيس، كيفاش تحوس لاعبين كيما اكليوش كيما ريان شرقي يخير لك ليكيب ناسيونال؟ مستحيل يخير لك المنتخب الوطني وهو يشوفك مازال تعتمد على تشكيله عندها 6 سنين من اللي لعبت. نحن لا نمانع تواجد لاعبين مثل رياض محرز او يوسف بلايلي او بغداد بونجاح او غيرهم، لكن أن يتم إقحام هؤلاء اللاعبين الذين كلنا نعرفهم في مباراة ودية مثل هذه
التي من المفترض أن تمنح فيها الفرصة للاعبين الشباب، حتى اللاعبين المغتربين الذين يكونون يتمنون الانضمام للمنتخب الوطني، عندما يرون هذا الأمر لا ينضمون. يقول لك نخير ليكيب ناسيونال وانا صغير، ومن بعد كيجي يا اما يلقى روحه في الدكه يا اما ما يستدعيوش كامل. مستحيل اللاعبين الشباب والمغتربين والذين لديهم موهبه كبيره ان يختاروا المنتخب الوطني وهم يرون هذا الواقع المرير الذين ترى فيه لاعبين يبلغون من العمر 33 سنه 34 حتى 35 سنه يشاركون بشكل اساسي في مباراه وديه، ولاعب ممتاز شاب جاي للدنيا جاي لكرة القدم تخليه في البنك. والله شيء مؤسف. لو كان تروح عند واحد جامي يلعب كرة القدم وجامي يتبع كرة القدم وتقول له واش دار الناخب الوطني، والله غير مخو يحبس. بكل صراحة مخو يحبس، باسكو هذه حاجة ما تنداش. وقتاش تمنح له الفرصة؟ إذا ما منحتهالوش الآن وقتاش تمنحها له؟